مش أمنا الغولة، طلعت من أيام المصريين القدماء، بس عندهم ما كانتش اسمها أمنا الغولة، كان اسمها الإلهة سخمت، إلهة الحرب والأمراض والأوبئة، وهو ده التمثال بتاعها على شكل إنسان وراسه أنثى الأسد، ملامح وشها كفيلة إنها ترعبك فعلا. ده من كتر الأساطير اللي اتقالت عنها الأجانب كانوا مجانين بيها، لدرجة خلت الحكومة المصرية تحط التمثال الكامل بتاعها في معبد بعيد وتقفل عليه بسلسلة حديد كمان. خبير الآثار الفرنساوي جورج لاجران اتكلم عن حكاية أمنا الغولة في كتابه الأقصر بلا فراعين، واللي قال إن حكاية أمنا الغولة بدأت في الأقصر في القرن ال18. كان في أطفال بيلعبوا جنب أعمال حفر في معبد الكرنك، فجزء من سور أعمال الحفر ده وقع عليهم، فطبعا الأهالي جريوا علشان ينقذوهم. بس الغريب بقى إن هم ما لقوش الأطفال دول، بس لقوا حاجة تانية، تماثيل للإلهة سخمت. فالأهالي بدأوا يسألوا هل دي مجرد صدفة ولا في حاجة أكبر من كده؟ اللي جاوب على السؤال ده حكاية تانية. كان في راجل أجنبي بيتمشى جنب معبد الكرنك في نفس المكان اللي كانت موجودة فيه تماثيل الإلهة سخمت، والحكاية بتقول إن هو فجأة شاف طفل بيختفي قدام عينيه. من هنا بقى انتشرت بين الأهالي فكرة إن أمنا الغولة بتاكل الأطفال، وخصوصا إن الأطفال دي ما رجعوش لأهاليهم أبدا ومحدش عارف عنهم أي حاجة بعد كده.